العيد ما يبقاش عيد من غير كحك، وريحة الكحك في البيت يعني العيد قرب. يلا بينا بقى نعمل كحك العيد الدايب والناعم، ونعرف كمان أسراره والمقادير المظبوطة. هاتي بقى العجوة بتاعتك وابدأي اعجنيها كده بالسمنة عشان تطرى معاكي، ويا سلام بقى لو سمنة بلدي بتفرق معاكي في الطعم كتير. وأول ما تتشكل معاكي أو العجينة تطرى معاكي كده هنبدأ بقى نشكلها. هنكورها كور صغيرة كده وهنركنها. انا عايزة اقولك وانت بتشتري العجوة كده اشتري العجوة الطرية مش الناشفة. هنا بقى في طبق غويط او اي حاجة عندك غويطة، انزلي بقى بنص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وانزلي عليه معلقة كبيرة من ريحة الكحك ورشة ملح، وكمان معلقة كبيرة من السمسم، والسمسم يكون يا جماعة متحمص، ومعلقة الا ربع كبيرة سكر، وكمان كيس خميرة فورية، ونص كيس من البيكنج باودر. هنقلب بقى مع بعض المواد الجافة كويس، وهنروح نسيح ربع كيلو من السمنة إذا كانت بلدي أو عادية. هنسيح السمنة وهنصبها وهي سخنة. انزلي بقى بالسمنة بتاعتنا كلها على الدقيق، ما تسيبيش العجينة تتضرب كتير عشان دي سر النعومة بتاعتها. ولو انت ما عندكيش عجينة ممكن تعجني على ايدك عادي. انزلي بقى بمج الا ربع حليب دافي او 100 ملي. انا عايرت يا جماعة بالمج اللي قصادكوا ده اللي موجود في كل بيت. انزلي بيه بقى تدريجيا على الكحك بتاعك، واول لما تلاقيها لمت معاكي كده يبقى خلص. وخلوا بالكم يا جماعة كمان من السر من الاسرار ان انت ما تعجنيش بعد اللبن بكتير، واول اما ما تشققش معاكوا يبقى كده جاهزة معانا. ادهني الصاج بتاعك بقى بالزيت، وابدأي بقى شكلي الكحك بتاعك زي ما انت عايزة. انا عملت فجوة كده للكحك وحطيت فيه العجوة بتاعتنا، وممكن تحطي فيه كمان الملبن. تقدري بقى تشكليه بالختامة او المنقاش بتاعك. واول لما بنشكل الكمية كلها بنسيب الكحك بتاعنا يستريح لمدة 10 دقايق. نسخن بقى الفرن بتاعنا قبل ما ندخل الكحك فيه، ويبقى درجة حرارة الفرن 180 درجة. الكحك بياخد من 12 ل 15 دقيقة في الفرن، ومش لازم ياخد لون عشان يفضل ناعم. انا عايزه اقول لكم ان اول لما ببتدي في عجن الكحك اولادي بيتلموا حواليا. مفيش فرحه احلى من كده، بجد بتبقى فرحه بتفكرك بايام زمان. قولولي بقى مين زمان كان بيشيل الصاج ويوديه الفرن؟ بجد مفيش احلى من ايام زمان، ايام البركه والخير. وبجد لو جربت الخطوات اللي انا قلت عليها دي الكحك هيطلع معاكي دايب وناعم زي ما الكتاب بيقول. وكمان عايزة اقول لكم ان الكحك ما ترشوش عليه السكر قبل ما يبرد تماما عشان ما يسيحش ويبقى شكله مش حلو. وبكده يكون الكحك الدايب بتاعنا جاهز، وريحته تجنن وطعمه يدوب في البق. جربوه بالطريقة دي وهتلاقوا احلى من الجاهز بكتير. ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين وعيدكم سعيد.